موبايل بسعر متوسط بمواصفات فلاج شيب سامسونج A36 و A56 جايين بقوة، بس هل فعلا يستاهلوا؟ خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا الوحوش الجداد من سامسونج A36 و A56، أجهزة بتنافس بقوة في الفئة المتوسطة، لكن هل فعلا يستاهلوا السعر؟ هنتكلم عن كل حاجة، المواصفات، المميزات، العيوب والسعر المتوقع، فركز معايا للنهاية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تحط لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. سامسونج مكملة في لوحة التصميم اللي شفناها في سلسلة ال A. بصراحة شكل ممتاز وخامات قوية وماسكة مريحة. الشاشة دي قصة تانية، سوبر أموليد 120 هرتز فول اتش دي بلس بحجم 6.7 بوصة، يعني سلاسة في التصفح والألعاب، والوان مشبعة تخليك مستمتع وانت بتتفرج على أي حاجة. سامسونج قررت تدي لكل موبايل معالج مختلف. ال A56 جايب معالج اكزينوس 1580 قوي في المهام اليومية والألعاب وموفر في الطاقة. ال A36 بيجي بسناب دراجون 6 جين 3، وده معالج متوازن مناسب للاستخدام المكثف، يعني الاتنين هيدوك أداء ممتاز سواء كنت بتستخدم الموبايل للتصفح أو للتصوير أو حتى الألعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي. الخامات بالنسبة لل A36 جايب ظهر من الإزاز وبفريم من البلاستيك. ال A56 جايب ظهر من الإزاز وفريم من الألمونيوم، يعني يعتبر ماسكة بريميوم حبتين تلاتة أربعة كده يعني. بس بالنسبة للشاشات هو مفهومش تغيير كبير أوي، يعني يعتبر نفس الشاشات بتاعت السنة اللي فاتت، ال A35 وال A55، مع إن الحواف قلت شوية بس، وده برضه يعتبر عيب، لأن كل المنافسين جايين بشاشات يعتبر بدون حواف خالص، وفي منهم اللي كيرف. تالت حاجة معانا الكاميرات، بس قبل ما نخش في الكاميرات متنساش تصلي على النبي وتحط لايك واشتراك للقناة عشان تشوف فيديوهات أكتر. هنا بقى سامسونج بتراهن على التصوير. الكاميرا A56 الأساسية 50 ميجا بكسل، تفاصيل ممتازة وأداء قوي حتى في الإضاءات الضعيفة. كاميرا واسعة 12 ميجا بكسل زائد كاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل، صور احترافية وزاوية تصوير ممتازة. الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل سيلفي حاد وألوان طبيعية. ال A36 برضه جاي بنفس فكرة الكاميرات، لكن الفروقات هتبقى في معالج الصور ونظام الذكاء الاصطناعي اللي سامسونج بتطوره، طبعا عشان ده معالج وده معالج تاني. بس طبيعي ان ال A56 هيكون كاميراته احسن بكتير من ال A36، مش بفرق واو يعني، بس احسن منه. البطارية هنا في الموبايلين 5000 ملي امبير، يعني يوم كامل من الاستخدام التقيل بدون ما تفكر في الشحن. لكن الاجمل ان سرعة الشحن 45 واط غير السنة اللي فاتت. اخيرا السنة اللي فاتت كانت 25، السنة دي 45 واط. لازال الأقل في الفئة المتوسطة اللي إحنا فيها ديّة، لا زال أقل سرعة شحن، وفي منافسين بيقدّموا 90 وبيقدّموا 80 وبيقدّموا 60 وفي اللي 120، بيقدّموا حاجات كتير جدًا، إلا سامسونج لسه واقفة عند ال45. إيه المميزات والعيوب اللي أنا شايفها؟ المميزات طبعًا إن الشاشة خرافية AMOLED 120 هرتز، كاميرات كويسة 50 ميجا بكسل لكل كاميرا، البطارية ضخمة وشحن يعتبر سريع، ودعم لسنين قدّام 6 سنين غير السنة اللي فاتت ال5، وده برضه أعلى من كل المنافسين بصراحة. وطبعًا واجهة سامسونج جبارة الOne UI 7، وده يعني شيء جبار. المعالجات مش الأفضل في الفئة السعرية ديّة، لأن في معالجات يعتبر تتفوق عليهم، وخصوصًا السعر بتاعهم يعتبر عالي، وما زال سعر سامسونج أعلى من المنافسين زي شاومي وأوبو وريلمي، والشاشة تعتبر فيها حواف كبيرة مش زي المنافسين اللي وصلوا لاستحواذ شاشة رهيب. وإن الشاحن مش بييجي جوه العلبة، وبرضه سرعة الشحن تعتبر قليلة بالنسبة للمنافسين، أو مش بتعتبر، هي قليلة فعلًا بالنسبة للمنافسين. بصراحة لو أنت بتحب سامسونج وعايز موبايل بشاشة ممتازة وكاميرات قوية، ال A56 أو ال A36 هيكون مضمون، هيكون اختيار مناسب جدًا. لكن لو عايز أقوى معالج بسعر أقل، ممكن تفكر في بدايل تانية زي شاومي أو أوبو. في النهاية الاختيار ليك. قُل لي في التعليقات، هل شايفين إن سامسونج قدرت تنافس في الفئة المتوسطة؟ لو ناوي تشتري هتختار A36 والّا الA56؟ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الفيديو الجاي.